جداد، لا، شركه في عمرها 30 سنه. النقطه الثانيه، مؤسس الشركه اللي هو الدكتور المسوجي ليس متطفل على الميدان، بل صاحب تخصص، صاحب مهنه، بل عالم من العلماء في هذا العصر، عالم في الفطريات. وشكون اللي غيشهد لنا هذا الشيء؟ الواقع هو الذي يشهد على ما نقول، لان دائما كاين الجديد في المنتوجات، دائما الشخص كيعطينا الجديد، لا في المنتوجات العنايه بالبشره، العنايه الشخصيه، مستحضرات التجميل، واش هذا الشيء صحيح ام لا؟ اذا صاحب تخصص ليس متطفل على الميدان. نجيو للنقطه الثالثه، وهو المنتج عندنا شركه ديكسين ليس صوره للتحايل او منتج وهمي، بل منتج حقيقي مقصود بذاته، منتج كما يوجد في بعض الشركات، بعض الاحيان تكون منتجات وهميه، ولكن شركه ديكسين عندنا فيها منتج حقيقي ولله الحمد. المنتجات كلها يعني تمسك على الاخرى، المكملات الغذائيه، انواع القهوه، المشروبات، مستحضرات التجميل، بعض المكملات الخارجيه مثل الصابون اللي كنعجن وغيرها، المنتجات كلها طبيعيه خاليه من المواد حافظه للمواد الكيماويه يتناولها الصغير والكبير، وليست ادويه كما تقدم الدكاتره جزاهم الله خيرا، بل هي مكملات غذائيه كترفع المناعه وكتزود الجسد بعناصر غذائيه اللي يحتاج، ثم تضرب السموم. النقطه الرابعه قوه او مزايا شركه ديكسين والخطه العادله. احنا عندنا في شركه ديكسين خطه عادله، الصانع لا يخرج من اللحم. انا ما عندناش الهرميه، ما عندناش الجناح الايمن والجناح الايسر، الا اختار واحد الجناح